من ألذ الوصفات اللي تحضرون في قهوة العصر. هذا الكروكي خفيف وهشيش ويوجد في دقائق، ننصحكم تجربوه. نبدا بسم الله مع الوصفة. في صلادي عندنا كاس بيض اللي هما 4 حبات، انا على حسب البيض الحجم تاعكم. دونك درت كاس بيض وكاس سكر ماشي معمر مليح، رشة ملح، نضربوهم جيدا. لازم تضربوا هذا الخليط تاعكم حتى يولي كيما هكا. نزيد له مغرف كبيرة لافاني ومغرف تاع برش البرتقال والليمون، خلطتهم ونبدا نضيف الزيت، كاس زيت تدريجيا، نزيد نخلط ونضرب في نفس الوقت، ونبدا نضيف فاينة تدريجيا. درت لها كيس خميرة الحلويات ونلمو العجينه تاعنا. هنا العجينه لازم تلموها تتلاصق قليلا في اليد، ما يليقش تكون طريه بزاف، ما يليقش تكون تاني ما تنشفوهاش باش الكروكي تاعكم يجي خفيف وهشيش. بعد ما لمينا العجينه تاعنا قسمتها على 3، درتها 3 بودان. هنا البودان تاعكم كيما تبغوا نتوما، تبغوها عريض تبغوها رقيق، هنا كيما راجعه ليكم نتوما. قسمتهم على 3 كما قلت لكم، ومسحت يدي بالزيت وراني نحاول اني نعدل فيهم، وحطيتهم في البلا. درت لا بابي كويسون راني نسقم فيهم ونحبطهم شويه ماشي بزاف. جبت حبه بيض ولا ديروا صفار بيضه كما تبغوا، انا درت صفار بيض هنايا عفوا. زدت لها زوج دهنتهم بصفار البيض، زينت بهذه الطريقه بالكارفو. والاخر درت له كاوكاو من الفوقه رشيت له، وواحده خليتها من بعد ندير لها شوكولا من بعد ما طابوا. هنايا اللي خليتها ما درتلهاش البيض، درت لها من بعد كلاصه الشوكولا وزينتهم بهذه الطريقه. تزيين راجع لكم، نصحكم تجربوا هذه الوصفه، تجي علامه وبزاف بزاف بنينه. شكرا، مع السلامه.